اتنين متجوزين وحالتهم المادية تحت الصفر والديون مغرقاهم من كل ناحية. بالصدفة بيلاقوا عرض شغل بمقابل مادي خيالي، فرصة العمر زي ما بيقولوا، علشان يودعوا الفقر للأبد. الشغلانة كانت لرعاية ست عجوزة غنية عايشة لوحدها تماما بعد ما كل قرايبها ماتوا أو سابوها. بيوصلوا للفيلا وبيستقبلهم محامي الخاص بالجدة. المحامي بيشرح ليهم الشروط: لازم يفضلوا في البيت 24 ساعة ويراعوا الجدة ويأكلوها وينفذوا طلباتها، وممنوع حد غريب يدخل البيت. بيوافقوا ويبدأوا شغلهم. في البداية الموضوع بيمشي طبيعي، بس بعد كده الجدة تصرفاتها بتبقى غريبة شوية. يعني دايما ساكتة وبتبص ليهم بنظرات مش مريحة، بس هم مستحملين علشان الفلوس. عدى الوقت وفي ليلة من الليالي الجدة بتطلب أكلة معينة. الزوجة بتعمل الأكل وتقدمه لها. الجدة بتبدأ تاكل بنهم وشراهة غريبة، وفجأة بتبدأ تكح وتتخنق. الزوجين بيحاولوا يسعفوها لكن المحاولة بتفشل. الجدة بتقع على الأرض وتفارق الحياة. الزوجين وقفوا مصدومين بموت الجدة، يعني مفيش مرتب، مفيش مكافآت، وهيرجعوا للفقر والديون تاني. الزوجة كانت عايزة تتصل بالمحامي لكن الزوج وقفها وقال لها لو بلغنا دلوقتي هناخد أجر الأيام اللي قعدناها بس، وهنرجع للفقر تاني. لكن لو الجدة فضلت عايشة المرتب هيفضل شغال. الزوجة بتخاف في الأول بس بيقنعها بخطة مجنونة. الخطة انهم يخفوا خبر وفاتها تماما ويتعاملوا كأنها لسه عايشة لحد ما يقبضوا مبلغ محترم او يلاقوا طريقة يوصلوا بيها لثروتها المخفية في البيت. علشان الخطة تنجح كان لازم يمنعوا الجثة من انها تتعفن وتطلع ريحتها. الزوج بحكم انه كان شغال في مشرحة قبل كده او عنده خلفية طبية بسيطة بيقرر يستخدم مادة الفورمالين، وبينزل يشتري كمية كبيرة منها وبيرجع البيت وبياخد الجدة للحمام ويبدأ عملية الحق في كل جزء من جسمها علشان يحافظ على شكلها. وبعد ما يخلصوا حطوا ليها مكياج علشان يداروا زرقان الموت، ولبسوها لبسها العادي وقعدوها على الكرسي المتحرك بتاعها في الأوضة. بقوا كل يوم يصحوا الصبح يخرجوها في الصالة ويشغلوا التلفزيون قدامها، وحتى بيقعدوا يفطروا ويتغدوا معاها على نفس السفرة كأنها لسه عايشة. وعلشان يثبتوا للجيران انها لسه عايشة كان الزوج بياخد الكرسي وينزل الحي كل يوم في ميعاد محدد ويحرك ايديها كأنها بتشاور للناس. بس الغريب والمرعب ان الناس كانوا بيتكلموا معاها عادي وكأنهم مش واخدين بالهم انها ميتة. الزوج كان بيستغرب من تصرفات الناس، ازاي بيتعاملوا معاها عادي، ده ممكن يفتحوا حوار طويل كمان. مع مرور الايام الزوجين بدأوا يحسوا بحاجات مش طبيعية. الاكل اللي كانوا بيسيبوه قدام الجدة يا اما بيختفي يا اما بيتاكل نصه، وبالليل بيسمعوا اصوات كرسي بيتحرك في الطرقة اللي بره الأوضة بتاعتهم. ولما يخرجوا يشوفوا يلاقوا الجدة في مكانها بس وشها باصص ناحية باب الأوضة، مع انهم كانوا سايبينها بصة للشباك. الزوجة بدأت تنهار نفسيا، بقت تشوف خيالات الجدة في كل حتة. والمصيبة الأكبر إنهم بدأوا يشموا ريحة عفن رغم الفورمالين، وبدأوا يلاحظوا إن عين الجدة أحيانا بتكون مفتوحة وأحيانا مقفولة من غير ما حد يلمسها. الزوج بيقدر أخيرا يوصل لمكان المفتاح بتاع الخزنة أو الغرفة السرية اللي في القصر. لما بيدخلوا ما بيلاقوش بس دهب، بيلاقوا الحقيقة، بيلاقوا صور قديمة وكتابات بتشرح عملت اتفاق مع كيان شيطاني علشان تفضل غنية وشابة، والعهد ده بيشرط انها علشان تفضل محتفظة بشبابها لازم تقدم ارواح بشرية كقربان في وقت محدد. الصدمة كانت في المعلومات المرعبة. الطقوس بتكمل لما الضحايا يحافظوا على جسم المضيف، يعني حقنهم للجدة بالفورمالين واهتمامهم بيها ما كانش خطتهم هم.
دي كانت رغبة الكيان الشيطاني اللي سيطر على عقولهم علشان يخليهم يجهزوا الجدة للطقوس النهائية. هما ما كانوش حرامية أذكياء، هما كانوا خدم اللي بيجهزوا عشاء للشيطان. ولما فهموا اللعبة قرروا ياخدوا أي فلوس ويهربوا فورا، لكن أبواب القصر كلها اتقفلت وكأنها لحمت في الحيطة. الشبابيك بقت حديد، الجدة اختفت من على الكرسي، بدأوا يسمعوا صوتها بتضحك في كل ركن في البيت. الأشباح والأرواح اللي كانت محبوسة في البيت بدأوا يظهروا ويطردوهم. الزوجين قدروا يهربوا للقابو أو البدروم بتاع البيت علشان يستخبوا، وهناك اكتشفوا المصير الأسود. لقوا ناس كانوا شغالين قبلهم ومتحنطين بطريقة عجيبة. فجأة بتظهر الجدة قدامهم وهي واقفة على رجليها، مع انهم كانوا متأكدين انها ماتت، وقالت ليهم ان الطمع هو اللي جابهم هنا وانهم خلاص بقوا جزء من القصر ومنها. وبعدها كل حاجة بتسود. تاني يوم الصبح بنشوف عربية بتقف قدام القصر، بينزلوا منها جايين عشان يستلموا وظيفة رعاية الجدة. الإنسان ممكن يعمل المستحيل علشان المال، حتى لو هيعيش مع جثة في بيت واحد. بس السؤال اللي هسيبه لكم النهاردة، هل الفلوس تستاهل إنك تبيع روحك وتعيش في الجحيم؟ أظن النهاية كانت واضحة. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ومرعب أول بأول.